السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة خديجة البرندان، نتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بالجميع. تطبيق اليوم ضريس خفيف خاص بالفتاحي ديال الجلابة أو القفطان، يعني للمبتدئات. نتمنى الفكرة تنال إعجابكم، وكيف العادة ما تنسوش وضع لايك، اشتركوا في القناة مع تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. هنا اختاريت الحريم بروم على 3 ديال الشعرات، دائما الإبرة مقاس رقم 6. غادي نبدا بسم الله. غادي نخدم اول غرزه في الثوب، نثبتها بهذا الشكل. نخدم الغرزه الثانيه. اول حاجه غادي نبداو تطبيق الضرس ديال واحد. دور الخيط اليسار، نجي ما بين هاد الغرزه وهذه، ندخل الابره، ندير جوج لويات ديال الخيط على البرا، نخدمها بهذا الشكل. دور الخيط على اليمين، نفس النقطه ندخل الابره وندورها باش كندير يعني هاد الغرزه هذه اللي كتجمع لينا اخر تطبيق في الضرسه ديال واحد. دور الخيط، نخدم غرزه في الثوب، نفس الشيء ندور الخيط اليسار، ندخل الابره، ندير جوج لويات كنديرها. دور الخيط اليمين، نفس النقطه ندخل الابره وكنجمعها بهذا الشكل. دور الخيط اليمين، ندير غرزه في الثوب، هنا كنحدد واحد المسافه ديال نصف سنتيم. دائما عينينا ميزاننا، مهم ما تكونش اكثر من نصف سنتيم. نصف سنتيم. هنا ما تنرخفش الخيط، كنخدمو عادي، يعني هذا الخيط اللي كنخدم هنا ما تنرخفوش، يعني عادي. كنرجع ندور الخيط اليسار، نجي ما بين هاد الضرسه الثانيه ديال واحد وهاد الغرزه، ندخل الابره، كنشكل الخيط للمره الثانيه. غادي ندور الخيط اليسار وغادي نجمع هاد جوج ديال الخيوط بهاد الحبكه. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، يعني حتى توصلوا حتى هاد الغرزة اللي عندنا في الثوب. انا خدات لي 6 ديال الحبكات، ممكن تاخد لكم 7، ممكن تاخد لكم 8. المهم نتوما ما تكبروش هاد المسافه هذه باش تبقاو دائما محصلين على نفس القياس. بعد ما درت اخر حبكه، دور الخيط اليمين، كندير غرزه في الثوب، دور الخيط اليسار ما بين هاد الغرزه والحبكه، دير جوج لويات ديال الخيط على البرا، تشكلوا ضرس ديال واحد. دور الخيط اليمين، دير غرزه في الثوب، دور الخيط اليسار ما بين هاد النقطه الضرسه الاولى، جوج لويات ديال الخيط على البرا، دور الخيط اليمين، دخل ابره في هاد النقطه، كنجمعوها على هاد الشكل هذا. دير غرزه في الثوب، دورت الخيط دابا اليمين، دير غرزه في الثوب. هنا غادي نحدد المسافه نفس القياس، نصف سنتيم. دور الخيط اليسار ما بين اخر ضرسه ديال واحد وهاد الغرزه، ندخل الابره، ندير بناء الخيط للمره الثانيه. كيولي عندي هنا جوج ديال الخيوط. هنا ما تنرخفش، يعني الاساس الاول في الخيط ما ترخفوش، يعني عادي ترسم لكم، كيحدد لكم هاد المسافه ديال نصف سنتيم فقط. ندور الخيط اليسار، غادي نحبك نجمع هاد جوج الخيوط ونحبك نفس القياس 6 حبكات. 2، 3، 4، 5، 6، يعني حتى توصلوا تقربوا لهاد الغرزه كتوقفوا هاد الحبيك. دور الخيط اليمين، نخدم غرزه في الثوب، دور الخيط اليسار ما بين هاد الغرزه والحبكه الاخيره، دير جوج لويات ديال الخيط على البرا، نفس النقطه ندخل فيها الابره، نجمع الضرسه ديال واحد على هاد الشكل. دور الخيط اليمين غرزه في الثوب، الخيط اليسار ما بين هاد الضرسه ديال واحد وهاد الغرزه، ندخل الابره، ندير جوج لويات
ديال الخيط على البرا، تشكلوا طرسه ديال واحد للمره الثانيه. هنا باش كنجمعوها كندخل الابره هنا، كنشكلوا هاد الحلقه، يعني كنخرجوا الابره من وسط الحلقه ندوروها جهه اليسار. لاحظوا الشكل. هاد الضريس خاص بالفتيحات، سواء الجلابه سواء القفطان، يعني تنخالفوا على كيف ما كنا كنخدموا غير الضرس ديال واحد في الفتاحي. هنايا دخلنا هاد القوس كيعطي واحد الشكل زوين. هنا بعد ما خدمت هاد جوج ديال الضرسات ديال واحد كندير غرزه في الثوب، كنحدد المسافه نصف سنتيم بدون انني ما نرخفش هاد الخيط، يعني عادي. دورت الخيط اليسار ما بين الغرزه الاخيره والضرسه الثانيه، كندخل الابره كنرسم الخيط للمره الثانيه، يعني هنا كيولوا عندي جوج ديال الخيوط. دورت الخيط اليسار غادي نحبك 6 ديال الحبكات بنفس الطريقه. انا غادي نخدم واحد القياس ونوريكم الشكل النهائي. لاحظوا الشكل ديال هاد الضريس كيفاش كيجي. هاد الضريس هذا كنصحكم انكم تخدموه في الفتاحي ديال الشلابه، ملي تيكون عندكم جوج فتيحات في الشلابه يعني من الجوانب. اما الا كانت عندكم فتحه في الامام، نعطيكم نصيحه، كانت عندكم فتحه في الامام ودايرين غير ملاقيه عاديه ديال غرزه واحده اللي كنخدموها مع نص السوق تاع الراندا، ممكن تخدموا هاد الضريس هذا، يعني كيجي باغاليل مع ديك الملاقيه ديال واحد. في عكس الا كانت عندكم شلابه فتحه في الامام وفيها مثلا راندا فيها سنتيم او سنتيم ونص او جوج، ما يمكنش لكم تخدموا هاد الضريس. كاين اللي تيبغي انه يدير ضريس كبر من هذا. لهذا نعطيتكم فكره، كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وإلا عجبكم ما تنساوش وضع لايك، اشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد. والسلام عليكم.